السلام عليكم. صح. عليكم السلام ورحمة الله. إمام إثنى عشري؟ نعم إن شاء الله. طيب، حوار بأدب واحترام. نعم إن شاء الله. ممتاز جدا. السيدة فاطمة لما ذهبت إلى أبي بكر الصديق للسؤال عن فدك، ركز معايا، هي أرسلت إلى أبي بكر الصديق للسؤال عن فدك، لماذا احتكمت إلى كتاب الله ولم تحتكم إلى العترة؟ لأن هم أهل البيت العترة لا يخالفون القرآن، وهي من العترة وهي لا تخالف القرآن، والحكم العدل هو الله سبحانه وتعالى، فالحكم العدل هو القرآن الكريم، لأنها هو خصمها، وعلي خصم أبو بكر، فهل تحتكم إلى علي وهو خصم لأبي بكر؟ لأنهم اختلفوا، وهي طالبت بإرثها حالها حال أمهات المؤمنين، طالبن بإرثهن، والقضية واضحة في القرآن الكريم. حضرتك اتفضل، الله يكرمك، طلع لي إن أمهات المؤمنين طلبنا بإرثهن. اتفضل. ممتاز، لا بأس. الآن إذا أتيت لك بأن أمهات المؤمنين طلبن بإرثهن، ماذا ستفعل يا شيخ؟ اتفضل. ذهبنا إلى أبي بكر الصديق وطلبنا ميراثهن. اتفضل الدليل لو سمحت. طيب إذا أتيت لك بالدليل، ما النتيجة يعني المترتبة على الدليل؟ طلع الدليل لو سمحت بعد إذنك، وبعد كده نتكلم. اتفضل. في زمن أبي بكر الصديق. اتفضل. يعني أنا أفهم من كلامك أنك تنكر أن أمهات المؤمنين طالبن بإرثهن. لا يا فندم، اتفضل الدليل لو سمحت بعد إذنك. اتفضل. بس حضرتك تنكر أن أمهات المؤمنين طالبن أم لا تنكر؟ يا راجل الدليل لو سمحت، الدليل. اتفضل الدليل. هل تنكر؟ قل لي أنك تنكر. يا راجل انا جاي لك. يا راجل طلع الدليل قصادنا، ما تعليش صوتك، طلع الدليل. تعليش صوتك عندي. طلع الدليل. ما علي صوتي، بس قل لي حضرتك انت الدليل لو سمحت. طلع الدليل وبعد كده نتفاهم. طلع الدليل. ليش ما تقول لي نعم او لا؟ يا راجل قول لي الدليل فين. انا انكر ان في زمن ابي بكر واحده من امهات المؤمنين ذهبنا للميراث. اتفضل. حاضر صح. اتفضل الدليل. اخلص. ممتاز. نعم راح اجيب لك هذا الكتاب، السنن الكبرى البيهقي. اتفضل. السنن الكبرى من عندك انت سني ولا ايه؟ السلام عليكم. صح. عليكم السلام ورحمة الله. إمام إثنى عشري؟ نعم إن شاء الله. طيب، حوار بأدب واحترام. نعم إن شاء الله. ممتاز جدا. السيدة فاطمة لما ذهبت إلى أبي بكر الصديق للسؤال عن فدك، ركز معايا، هي أرسلت إلى أبي بكر الصديق للسؤال عن فدك، لماذا احتكمت إلى كتاب الله ولم تحتكم إلى العترة؟ لأن هم أهل البيت العترة لا يخالفون القرآن، وهي من العترة وهي لا تخالف القرآن، والحكم العدل هو الله سبحانه وتعالى، فالحكم العدل هو القرآن الكريم، لأنها هو خصمها، وعلي خصم أبو بكر، فهل تحتكم